السلام عليكم. فيديو اليوم على البقلاوة التطوانية اللي كتجمع بين البساطة والأناقة والطعم الفاخر. على بركة الله نحضروها مع بعضنا. عندي هنا اللوز مهرمش ناعم ماشي فحال العقدة ولكنه رقيق، كنضيف له السكر ناعم وشويش ديال القرفة. وللتذكير القرفة عندي هنا مطحونة حديثا ومغربلة. كنضيف لها فتيوتة المسكة الحرة اللي دقيتها بفتيوتة ديال السكر سنيدة. وهنا عندي ما زهر اللي مقطر في الدار، ما كانش يد الدار كتاخدو عينة جيدة، وممكن حتى استعمال السكر بنكهة زهرة البرتقال. وهنا عندي كويس مخلط بين الزيت والزبدة. صافي كنخلط ديك اللوز ديالي مزيان وكنشبر الورقة او الديول. الورقة ديالنا لازم تكون كبيرة في الحجم ونوعية جيدة. كندهن الورقة ديالي بالخليط ديال الزيت والزبدة ومعهم واحد ضفية السمن، وللإشارة الناس اللي عندهم السحتر في السمن بلاش منه. كنزلوا ديك اللوز ديالنا وكنبسطوه يكون متساوي، وكنجمعوا الجنيبات ديال الورقه حتى كتعطينا هذا الشكل المربع. صافي وكنبداو نطويوها على نفسها، مره من فوق مره من تحت، مره من فوق مره من تحت، حين كنوصلوا للوسط كنخلي 1 سنتيمتر ديال الفراغ وكنطويوها على نفسها وكنتكيو مزيان مزيان. نستمر حتى كنكمل طبعا، وانا كنغطي بالفيلم اليمونطير وكنبيتهم في المبرد ليله كامله متقلين مزيان مزيان بشي حاجه ثقيله. وفي الغد حين كنجبدها كنجبرها بهذا الشكل اللي كتشوفوا، شابره في راسها كتقطع معايا بسهوله. هنا كنشير لكم كنقطعوا القطعه الاولى وبها كناخذوا العبار. صافي كنرصوها في اللاطه ديالنا وكندخلوها للفران اللي سخناه قبل. كنطيبوها من تحت عاد كنحمروها من الفوق، واول ما كنخرجوا هي باقا سخونه كنخوي فوق منها ديك العسل ديالنا اللي بارده وكنخليوها حتى كتبرد كامله. كنزولوها من العسيله وكنعملوا لها فتيوته ديال اللوز مهرمش في وجهها، وكل واحد كيزوقها بالطريقه اللي بغا او لا كيخليها هي هيداك في حد ذاتها كتجي رائعه. هنا كنقدمها انا مع تشكيله من المعسلات المغربيه الشهيره اللي غنقدمها لكم في الايام المقبله ان شاء الله. كنتمنى تكون عجبتكم وعجبكم الفيديو اليوم. ما تنساوش دعم القناه والصلاه على الحبيب.